ده تشكيل الزمالك النهارده اللي هيقابل نادي الاسماعيلي. برضه هو حاطط ادم كايد في ناحيه الوينج الشمال، وده بيفقد كتير قوي من خطوره ادم كايد. تعالوا بقى نشوف تشكيل الزمالك هيبدا النهارده بمحمد صبحي في حراسه المرمى، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل اللي اثبت وجوده بشكل كبير جدا. طبعا بس عكس، يعني حسام عبد المجيد مكان محمد اسماعيل، لان محمد اسماعيل بيلعب ناحيه اليمين. محمود بنتايج، عمر جابر، نبيل عماد دونجا وناصر ماهر. طبعا دونجا هو اللي هيلعب 6، ناصر ماهر وعبد الله السعيد هيبدله، او ناصر ماهر هو اللي قدام السنه، عبد الله السعيد بيلعب مكان ناصر ماهر. خوان الفينه ناحيه اليمين، عدي الدباغ مهاجم صريح، وادم كايد ناحيه الشمال. وزي ما قلنا ادم كايد ما عندوش النفس اللي يلعب ال90 دقيقه، ده اولا وباين جدا. لسه ادم كايد ما عندوش السرعات اللي تخليه وينج صريح. هو النهارده يلعب وينج لان شيكو بنزا معاقب عشان اتاخر في رجوعه للطياره، وده قرار حلو جدا ان العقاب بينزل في ساعتها، ويا ريت يكون عقاب مادي برضو عشان يبقى فيه محافظه شويه على المواعيد ومحافظه الدنيا على الدنيا ومحافظه تانية يعني. المهم ده تشكيل الزمالك. هل في اي تعليق؟ انا شايف ان محمود بنتاج 10/10. عمر جابر بيأدي كويس النهارده، كمان هيكون فيه البديل لعمر جابر، واتمنى نشوفه في ارضيه الملعب لو الزمالك متقدم. لقاء صعب، لقاء صعب. اوعوا تستهونوا الاسماعيلي ما فيهوش حد، ما فيهوش ناس مدججه بالنجوم، ولكن الاسماعيلي سيبقى الاسماعيلي، وكمان فرقته هتلعب قدام الكبار عشان يحاولوا يظهروا. ما هو هيلعب قدام مين؟ هيلعب قدام الزمالك، اهلي، بيراميدز، عشان العيال اللي عنده يعني هتبقى عايزه تروح يا ده يا ده يا ده، يا اما يمشوا برضه من الاسماعيلي، فعايزين يظهروا. فالمطوشه دي بتبقى صعبه جدا على الكبار. اتمنى الزمالك يعدي. لو عدى الزمالك هيبقى 16 بونت، هيبقى الاول ويعدي المصري تاني. خلينا نشوف.